السلام عليكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. ان شاء الله النهارده هقدم لكم فيديو جديد من تفريزات رمضان. عملنا قبل كده الطماطم، فرزنا الطماطم وفرزنا الليمون القضاليا، وان شاء الله النهارده فرز البسله الخضراء زي ما انتم شايفين كده. جبت 10 كيلو بسله وفصصناهم وغسلناهم غسله حلوه. كل مرة أنا بفرزها البسلة بحطها، يعني بعد ما أغسلها وفرطها من العناقيد بتاعتها، بعد ما أفردها بغسلها وأحطها في المصفى وأقطع معاها الجزر وأعبيها في أكياس وأشيلها في الفريزر. بس بعد فترة، يعني لما بتقعد في الفريزر فترة، ما بتبقاش طعمها حلو الصراحة. حبيت النهاردة أجرب طريقة تاني. النهاردة هنديها صدمة بالمية السخنة وبعدين نفرزها. جبنا حلة، حطينا فيها كمية من المية، يعني حوالي 2 لتر مية كده، وحطيت فيهم نص معلقة صغيرة بيكربوناتو. وبعدين قبل المية ما تغلي، لما سخنت كده وابتدت تطلع بخار، جبت البسلة وبعد ما غسلتها رحت منزلاها في المية السخنة دي قد 5 دقايق كده، يعني يدوب قبل المية ما تغلي عليها، يدوب سخنت كده في المية. وبعدين رحت مطلعاها على مصفى، يعني سخنت بس في المية، وبعدين رحت مطلعاها في المصفى. وبعدين حطيتها في مية ساقعة، يعني مية ساقعة فيها تلج، حطيت المصفى فيها. وبعد ما بردت خالص من السخونية بتاعة النار، فردتها ونشفتها كويس من المية، وحطيتها زي ما انتوا شايفين كده، وزعتها كده ايه في المصفى وفي الصواني كده تتهوى. بعد كده جبت 2 كيلو جزر وقشرتهم وقطعتهم قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. وجبت اكياس التلاجة وابتديت اعبيهم فيها. شايفين شكل البسلة جميلة ازاي؟ خدت صدمة في المية السخنة وبعدين خدت صدمة في المية المتلجة. شايفين خضارها ولونها جميل ازاي؟ ماشي يا حبايبي. بعدين هتجيبي اكياس التلاجة وهتبتدي تعبي بقى على حسب الكمية اللي انت عايزاها، على حسب الطبخة بتاعتك قد ايه. يعني انا الكمية دي بسم الله ما شاء الله 10 كيلو بسلة و2 كيلو جزر، فانا بحط في الكيس حوالي كيلو الا ربع بسلة، وحط حوالي ربع كيلو جزر. تمام يا حبايبي. اهو بمقصوصة بكبشة بطبق صغير زي ما انت عايزة تعبيهم في الاكياس التلاجة وتخرجي منهم الهواء، وبعدين ترصيهم، واما تخلصي بقى تحط عليهم الجزر تربطيهم وترصيهم في الفريزر. تمام يا حبيباتي. او شايفين حوالي كيلو الا ربع بسلة، وبعدين هضيف عليه حوالي ربع كيلو جزر. اهو يا بنات، حوالي ربع كيلو جزر، وتعبي الاكياس كلها وترصيها جنبك اهو معاكم واحدة واحدة زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ويا حبيباتي، جميل ان احنا بنتعب نفسنا مرة واحدة كده في الحاجة، بس بنرتاح عليها بقية السنة، يعني بنرتاح عليها فترة كبيرة. وبالذات البسلة دلوقتي رخصت وفي السوق مليانة ما شاء الله، وسعرها يعني بقت ب20 جنيه الكيلو، ب15 جنيه الكيلو. يعني انا معرفش عندكم سعرها ايه، بس هي مش غالية دلوقتي. الحق جيبيلك شوية وفرزيهم، والاخوات اللي عندها فريزر تلحق تجيب لها كمية وتشيلها بقية السنة. البسلة بتتاكل في اي وقت، صيف شتاء، كلنا بنموت في البسلة الخضراء بالجزر. ويا سلام بقى بعد ما ترمي البسلة والجزر في الصلصة كده في التسبيكة، وتجيبي بطاطسيتين كبار كده وتقطعيهم مكعبات صغيرة وترميهم معاه، بتبقى طعم البطاطس مسكر بطريقة. يعني انا عندي لما بنعمل البسلة بيتخانقوا مين اللي هاكل البطاطس اللي في الطبق. بيبقى طعم البطاطس جميل، زي ما بتبقى البطاطس اللي بنعملها مع الكفتة بردك. الكفتة اللي هي كفتة الرز، بنرمي فيها كام بطاطسية كده بردك، نجيب بطاطسيتين ونقطعهم مكعبات مع الكفتة، بتبقى طعمها شكل تاني.
فاحنا عامة البسلة لما بنعملها لازم بنحط فيها بطاطس، نجيب بطاطسيتين كده قد نص كيلو، بطاطسيتين او 3 كده وتقطعيهم. وقبل ما يعني قبل ما تطفي على البسلة كده تروحي رميهم وتستني يستووا. ب... يعني بتخلي البسلة كده طعمها تحفة الصراحة. ولو عندك اطفال صغيرين برضو بيحبوا البطاطس دي، هتبقى طرية عليهم عن الجزر وعن البسلة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اتمنى يا حبايبي تكون التفريزات والحاجات دي اللي احنا بنقدمها تكون بتعجبكم، واتمنى ان هي تفيدكم. انت ممكن عادي خالص تجيبي البسلة وتفرطيها وتحفظيها في الفريزر على طول من غير ما تديها صدمة على النار، يعني وهي لسه خضرة. ممكن تجيبيها وتكيسيها في اكياس بعد ما تغسليها كويس وتنشفيها، تفرزيها في اكياس عادي في الفريزر، برضه هتبقى حلوة معاكي، مفيش اي مشكلة. لكن لما بتديها الصدمة دي في المية السخنة بيبقى لونها بيفضل اخضر وزاهي كده، يعني لونها ما بتسودش ولا حاجة، بيفضل لونها كده مزهزه كده كأنك لسه جايباها دلوقتي من عند البياع ومفرطاها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهو شايفين. وبالطريقة دي هكمل كل الاكياس اللي عندي لحد كمية البسلة دي كلها ما تخلص، واوريكم شكلهم في الاخر هيبقوا عاملين ازاي. نزلت لكم الفيديو اللي فات عن من مخبوزات بنت العمدة، كنا عاملين كذا حاجة مخبوزات قبل كده. اخر حاجة عملت لكم العيش الشمسي. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكون الطريقة سهلة. اللي حابة ان هي تجرب العيش الشمسي في البيت وتخبزه في فرن البوتاجاز مفيش مشكلة، هو سهل وبياخد كذا مرحلة بس بيطلع تحفة في الاخر. دلوقتي بنروح نشتري رغيف العيش الشمسي من السوق. في الناس اللي قاعدين اللي بيبيعوا الجبنة القريش والبيض والحاجات دي، الناس الفلاحين دول بيخبزوه. الرغيف يعني قد حجم القرصة كده، وتقولك الرغيف ب5 جنيه. واما جبناه يعني وكلناه طعمه كأنك بتاكلي رغيف فينو، يعني ما فيهوش طعم خميرة ولا طعم خبيز بيتي ولا اي حاجة. لكن لما انت تخبزيه عندك في البيت بيطلع كده الرغيف فيه بركة كده وكبير، بتحسي كده ان انت رحت البلد فعلا. هو زي ما انتوا شايفين كده خلصت الكمية كلها، الجزر والبسلة. كل كيس حطيت فيه كيلو الا ربع بسلة وحوالي ربع كيلو جزر، وال2 كيلو ما قضوش كمان جزر. كان عندي في التلاجة جبت وحديتين تاني وقطعتهم عليهم. ودي الحصيلة اللي طلعت معانا في الاخر، دي حصيلة البسلة بالجزر يا بنات. فرزوه في الفريزر قبل رمضان، ويا رب يعجبكم ويا رب اكون بقدم حاجة تفيدكم يا اخواتي. وان شاء الله هقدم لكم برضو فيديوهات تانية كتير عن التفريز وعن توضيبات رمضان وعن العصاير. وزي ما انتم شايفين كده، وبألف هنا وشفا على قلبكم يا حبايبي. ما تنسوش اللايك والاشتراك، وسلام عليكم.